السلام عليكم. اليوم في مطبخ ميمي راح نديرو مع بعض سلطه فواكه. عندنا لهنا الفواكه، عندنا الفريز مقطعه صغيره، قطع صغيره. عندنا لهنا التفاح اللي كنت قشرته وقطعته الى قطع صغيره وعصرت عليه نص حبه قارص باش يقعد لنا ابيض ما يحمرناش. عندنا مزهر، عندنا كاس جو، عندنا باط ايورت يعني الذوق اللي عندك. عندنا حبه فرز اللي نشبحوا بها السلطه تاعنا. نبدا بسم الله. راح نديرو كاس تاع جو، يعني الجي اللي عندك في البيت ديريه، ماشي مقل يعني تشينا ولا. عندنا شويه مزهر، حوالي 2 مغارف. عندنا لهنا مغرفه تاع سكر، اللي تحبوا حلو تزيد يعني السكر، واللي ما تحبوش حلو مغرفه ياسر مع الجي حلو واليايورت. فرغوا الباط تاعنا تاع اليايورت. خلطوا هذو مكونات مليح. يعني هذه السلطه على الطريقه الايطاليه. نكبوا التفاح تاعنا، نزيدوا الفراز، ونخلطوا هادو كل مع بعض باش الفواكه هذه كل تشرب لاصوص هذيك. صدقوني يعني والله غير تجي رائعه وتجي بنينه مليحه. دوك جاينا رمضان ان شاء الله. خلطوها مليح ونخليوها في الثلاجه ميم با يعني واحد نص ساعه ولا داك سمو. وكي تبغي تسربي نرجع لكم فيما بعد. هاني رجعت لكم بعد ما الفاكهه تاعنا هذيك شربت لاصوص. رايحين نسربيوها في لي بول هادو. انا راح نكمل نعمر هادو لي بول تاعي ونرجع لكم في طبق التقديم. هاني رجعت لكم. ها هي سلطه الفواكه تاعنا، ها هي جات بنينه. انا لهنا ما حبيتهاش حلوه، جاتني مليحه برك. نتوما اللي تحبوها حلوه زيدوا لها السكر. انا درت مغرفه برك خاطرش ما نحبهاش حلوه مع القارص هذاك تجي بنينه. ها هي والله تجي روعه وتجي بارده في دوك في الصيف يعني مليحه والله غير هايله. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ديروا لي جيم لا فيديو، اشتراك في القناه، والى الملتقى ان شاء الله.